القدم تاريخ مواجهات الأندية الإماراتية والسعودية يميل إلى صالح أندية المملكة، وهدف أول لمصلحة نادي الأهلي. بداية ويا لها من بداية للراقي. فيكتور سيموس يتقدم بأولى الأهداف. كنا نتحدث عن مواجهات الأندية الإماراتية والأندية السعودية وأنها تميل للأندية السعودية، وإذا بهدف التقدم لفيكتور سيموس مهاجم نادي الأهلي اللاعب البرازيلي. يفرح الجماهير الأهلاوية، يفرح الأمة الأهلاوية الموجودة في هذه المباراة. 1-0 هدف التقدم يأتي لمصلحة الأهلي. كنا نتمنى أن نشاهد هدف التقدم للجزيرة، لكن معلش الجزيرة قادر على التعويض. البداية الآن مثيرة في هذه المباراة، عرضية كانت ممتازة من منصور الحربي، والرأسية أو هذا من مارسينو هو اللي لعب العرضية، والرأسية من فيكتور سيموس. وهدف التقدم لمصلحة الراقي، هدف التقدم لمصلحة الأهلي. بداية ويا لها من بداية في هذه المباراة. حكم لأنهم خسروا في البطولة قبل الماضية من أمام نادي الأهلي بهدفين، من أمام نادي السد بهدفين مقابل هدف، بينما نادي الجزيرة في الموسم الماضي تعادل مع هذا الحكم. والكرة الملعوبة تسديد، مارسينو يصعب المهمة ويسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي الأهلي. فرحة المشرف فهد بن خالد، فرحة هذا الرجل اللي دائما ما يكون ودائما ما يتواجد خلف النادي الأهلي. حتى الآن هو سعيد بتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء لمصلحة نادي الأهلي. هنا جماهير النادي الأهلي اللي تحمل لافتات لن تسير وحيدا يا أهلي، لن تسير وحيدا يا أهلي. هذا الجمهور اللي دائما حاضر لفريقه كما ذكرت في السراء في الضراء. مارسينو هو من سجل الهدف الثاني. مارسينو اللاعب البرازيلي الخطير صنع هدف في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، الآن يسجل الهدف الثاني. حدث عن لاعب كبير، عن نجم كبير، لاعب مارسينو صاحب 28 سنة، لاعب اللي كما ذكرت ولد في 81 في مارس أيضا. كرة بالخطأ مرور، ثلاثية أهلاوية. عبد الرحيم الجيزاوي الموهبة القادمة بقوة للكرة السعودية يسجل الهدف الثالث، والمهمة أصبحت صعبة جدا. خطأ كان من روزاريو. فرحة من جانب الجماهير الأهلاوية، فرحة من جانب جماهير الإمبراطور، جماهير الكواسر، جماهير الراقي، جماهير قلعة الكؤوس، سعيدة بالتقدم بنتيجة كبيرة. ثلاثية أهلاوية حتى الآن. عبد الرحيم الجيزاوي الخطأ كان موجود، استغل عبد الرحيم، مر وتقدم، حط الكرة في المرمى ليعلن عن الهدف الثالث لمصلحة النادي الأهلي. هدف ثالث لمصلحة النادي الأهلي. محمد مسعد شقيق خالد مسعد، لاعب يتألق وأبدع في السنوات الماضية مع نادي الأهلي. كرة وصلت الآن إلى مبخوت يلعب له كرة بينية إلى اللاعب، يا سلام! توني يسجل هدف تقليص الفارق يأتي عن طريق اللاعب الإيفواري توني. يلا يا شباب، نادي الجزيرة قادر العودة للمباراة. اللاعب الإيفواري توني يسجل هدف تقليص الفارق، وهنا جانب من الجماهير الجزراوية اللي موجودة اللي ساعدت بهدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب توني. شوف الكرة الملعوبة وصلت من علي مبخوت إلى توني حطها بالمرمى ليسجل هدف تقليص الفارق. 3 مقابل هدف. الانتظار وألا نفقد الأمل في الجولات القادمة. كرة ملعوبة في الأمام لمصلحة نادي الأهلي. خماسية نادي الأهلي السعودي، أهلي جدة الراقي يسجل الهدف الخامس في هذه المباراة، وفرحة لاعبي نادي الأهلي بالهدف الخامس.
النادي الاهلي بدأ المباراة بهدف عن طريق فيكتور سيموس، وينهي المباراة بهدف عن طريق اللاعب عبد الرحيم جيزاوي. عموما نتيجة كبيرة يا براغا، نتيجة كبيرة يا براغا، نتيجة ثقيلة. أصبحت الأمور صعبة، أصبحت الأمور صعبة وأصبحت النتيجة ثقيلة. بدأها اللاعب فيكتور سيموس، بعد ذلك مارسينو، وبعدها أيضا عبد الرحيم الجيزاوي، بعد عاد مارسينو وسجل الهدف الرابع. والآن ينهي مسلسل الأهداف اللاعب عبد الرحيم الجيزاوي.